بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي وأحبابي المشاهدين في قناة المستر سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تلاقيه في الدنيا يعني ترند ماشي الأيام دي، تلاقي واحد الدنيا كلها بتكرهه، هو مكروه أصلا، يعني هو خلقة أصلا يعني مكروه ولا حد بيطيقه. يمشي بين الناس بالغيبة والنميمة، ويمشي بين الناس بالكلام البطال، ويوقع بين الناس، ويعني كل الموبقات وكل الحاجات اللي هي مش كويسة بيعملها. ما سابش ولا اي حاجة ولا اي صفة مش كويسة الا لما عملها. غيبة ونميمة، كلام في حقوق الناس، يعني راجل مكروه بدرجة ما حدش يتخيلها. مكروه وواصله له ان هو مكروه، والدنيا كلها عارفه ان هو مكروه. ده الهدوم اللي هو لابسها بتكرهه، ده الطريق اللي هو بيمشي عليه، الطريق اللي هو بيمشي عليه بيكرهه، طوب الارض بيكرهه. يعني في ناس كده، هو يعني احنا ربنا لما خلقنا، هو ما احنا اتخلقنا مش كلنا زي بعض، يعني صوابعك مش زي بعضيها، في الحلو وفي اللي مش حلو. يعني كل حاجة والنقيض بتاعها، يعني زي ما في ناس حلوة وناس كويسة وناس بتحبها وناس محترمة، في ناس بتبقى الهدوم اللي هم بيلبسوها بتكرههم، الطريق اللي هو بيمشي عليه بيكرهه، يعني بص، لا الشراب اللي بيلبسه، الشراب بيكرهه، وبيمشي في كل حاجة غلط، وبيتكلم في كل حاجة غلط، ومحدش بيطيقه. ولو دخل على ناس وهم قاعدين وهم مبسوطين، يقلب قعدتهم نكد، ويبقى كله عايز يقوم ويسيبه ويمشي، ويبقوا كارهين القعدة معاه، ويبقوا متضايقين من القعدة معاه، ويبقوا قرفانين من القعدة معاه. يعني دخلته عليهم كده، واخد بالك، زي دخلت كده ايه القطر كده عليك كده. وتلاقي الراجل الطيب ده، واخد بالك، اللي هو مش طيب ولا حاجة، عامل له صفحة على الفيسبوك، ولمم له شوية متابعين، ولا شوية أصدقاء على الفيسبوك. ما هو الفيسبوك ده عالم افتراضي، ما هو الفيسبوك ده بيخليك أصلا يعني تتعامل مع ناس، أو تتعامل مع نفسك كأن أنت مش، إن أنت مش أنت، لأنه عالم افتراضي. تلاقيه الصبح وآخر النهار ما عندوش إلا بوست واحد بس، هو اللي عامله، واخد بالك أنت، ستوري. ينزلوا مرة ستوري، وينزلوا مرة على الصفحة على البيج الرئيسية، ويعملوا مرة مشاركة، ولو لقيه على صفحة تانية يعمل له مشاركة، ويكتب هو بإيده ويشارك الناس. واخد بالك، هم كلمتين تلاقيهم الصبح واخر النهار يقول لك أهم حاجة حب الناس. مش وراه ولا على صفحته غير الكلمتين دول، يقول لك مش مهم أي حاجة، أهم حاجة حب الناس. حب الناس مين يا عم الحاج؟ ده انت بقول لك التيشيرتات، بقول لك الجلابيه اللي انت بتلبسها بتكرهك. يقول لك اهم حاجه حب الناس، مش مهم اي حاجه، ولا فلوس ولا اموال ولا عقارات، امال ايه؟ حب الناس، اهم حاجه حب الناس. تلاقيها الصبح كاتبها الصبح، ومشيرها الظهر، ومشيرها من صفحه تانية اخر النهار، وساعه ما يجي ينام يروح كاتبها اهم حاجة حب الناس. مش مهم اي حاجة، المهم حب الناس. مش كده يا اخي؟ يعني رفقا بنا يا اخي، يعني احنا قلوبنا لا تحتمل. الواحد بيشوف الكلام بتاعه يعني بيبقى عايز يعني بس هتبقى في الوش، يعني بالراحة بالراحة، عشان كده العملية مش مرتاح. ارجوك، اهم حاجة حب الناس. السلام عليكم.